يا مساء الفل، يا صباح الخير، حسب التوقيت اللي بتتفرجوا فيه على الفيديو. نبدأ الفيديو كده بالصلاة والسلام على الحبيب المصطفى. زيدوا النبي صلى وخلوها دايما على لسانكم، فيها خير وبركة في أي حاجة. النهاردة إن شاء الله هنعمل الفطير الشرقي زي الكتاب ما بيقول بالظبط، بخطوات بسيطة جدا وبأبسط الإمكانيات وبأقل التكاليف وبحاجات كلها موجودة في البيت عندنا. أتمنى إن هي تعجبكم، وما تنسوش اللايك والشير وتدعموا القناة يا جماعة. أكيد القناة مش هتكبر إلا بيكم ومحتاجة دعمكم. واتمنى ان انتوا تجربوها وتكتبوا لي في الكومنتات تحت ايه رأيكم. ولو في حد بينتقد انا بقبل النقد جدا عادي، اكتبوا لي ايه رأيكم سواء بالحلو او بالوحش. اشوفكم زي ما انتوا شايفين كده. يلا بقى نشوف ايه هي بقى مكوناتنا البسيطة اللي انا عمالة احكي فيها دي. هنجيب بقى الطبق اللي احنا هنعجن فيه. انا هنا هستخدم كوبايتين من الدقيق، مقدار المج اللي احنا بنشرب فيه شاي عادي او اللي بنستخدمه في يومنا الطبيعي. هحط هنا رشة من الملح بسيطة، وكمان هجيب مقدار ربع كوباية من المية وهحط فيها رشة السكر بتاعتي. ليه ما حطيتش السكر زي ما حطيت الملح؟ عشان السكر بيحبب في العجينة ويخلي العجينة ما تتفردش معايا كويس، ويخلي العجينة تتقطع مني كمان. هحط بقى هنا المية اللي انا حطيت فيها السكر ودوبته وهقلبه كده. انا هنا بقى على الكوبايتين الدقيق دول حطيت مقدار معلقتين من الزيت، مش بنستعمل زيت كتير خالص. والمية خليتها جنبي بزودها بقى ايه حبة حبة كده، لان حسب نوع الدقيق اللي انت مستخدماه. خلي المية كده حسب العجينة في ايدك، احتاجتي مية زودي، ما احتاجتيش خلاص. لو لقيتي العجينة معاكي بتلزق قوي حطي شوية من الزيت وشوية من الدقيق وهتلمي معاكي وهتبقى كويسة جدا. العجينة بتاعتنا النهاردة من اسهل الطرق اللي انت ممكن تستخدميها في عجينة الفطير. انا هنا خلاص هحط هنا حاجة بسيطة جدا من الزيت زي ما انتوا شايفين كده، وابدأ الم العجينة بتاعتي معايا. زي ما انتوا شايفين كده العجينة بقت طيعة جدا وطرية جدا. هحطها بقى كده في الطبق اللي احنا عجننا فيه، وهجيب كيسة بلاستيك وهغطيها واسيبها ترتاح. انا هنا بقى جبت الجزء الكبير وفردته خالص خالص خالص. انا هنا قبل ما افرد الجزء الكبير فجأة وانا بصور الجزء الصغير وانا بفرده لقيت الكاميرا بتاعتي وقفت معايا خالص. اهم حاجة ان انتوا تفردوه رقيق جدا جدا ويكون بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. فاعذروني ان انا ما قدرتش اصور الجزء الصغير وانا بفرده، والعجينه ما قدرتش اصورها اللي كنت على اساس ان الكاميرا شغاله ولقيتها مره واحده وقفت. الجزء اللي قسمتها جزء كبير وجزء صغير زي ما انتوا شايفين كده، وبرش عليهم شويه من الزيت. انا هنا عشان تبقى موريه معايا، انا هنا الحشوه بتاعتي كنت مجهزه ربع كيلو من اللحمه وحاطه عليه كام بصلايه كده وقرنين من الفلفل الحامي. ممكن تستغنوا عن الفلفل الحامي لو مش عايزينها حراق. وكمان معايا فلفل اسود وفلفل حامي وفلفل اخضر. ممكن تستغنوا عن الفلفل الاخضر برضو لو مش حابين. بعتذر تاني مره لان الكاميرا لقيتها وقفت مني غصب عني، بحسبها شغاله فراح ابص على الموبايل لقيت واقف ما بيصورش. فعذرا يا جماعه. هنلمها بقى كده مع بعض. هو زي ايه ما بتفردي اي عجينه، هقول لكم تاني بنقسم العجينه نصين، نص على قد برتقانيه كبيره ونص على قد برتقانيه صغيره. وبنفرد النص الصغير وبعد كده نشيل نحط في الصينيه، وبعد كده بنفرد النص الكبير، وبعد ما نفرد النص الكبير بنحط عليه النص الصغير. انا هنا جبت الصينيه مقاس 30 وهحط فيها شويه من الزيت، وهنفرد في الزيت كده كويس جدا. ونشيل بقى العجينة كده نتنيها نصين ونشيلها هنا هوبا ونروح رازعينها في الصينية ونفردها كويس جدا جدا. انا هنا كان فاضل شوية من اللحمة يا جماعة بنعصجها زي ما بنعصج اي لحمة، وبنزودش ليها اي بهارات كتير عشان ما نضيعش طعم اللحمة. فلفل اسود وكمون وشوية من ملح وبس على كده. وهنا هحط برضو شوية من الجبنة، عندي جبنة ميكس كانت متوفرة عندي. لو عندك موتزاريلا حطي، بتديها طعم حلو قوي. ما تستخسريش ولا تبخلي كأنكم شارينها من بره عشان تديكي نفس طعم بره بالظبط. هنجيب بقى هنا برضو الزيتون والفلفل الحامي والفلفل الاخضر، والحشوة اللي انت حابة تحشيها بيها احشيها. ممكن تحشيها لحمة مفرومة، صدق، كبدة، ممكن تحشيها جبنة، بس ممكن تحشيها خضرة، ممكن تعمليها مسكرة، زي ما تحبي تعمليها اعمليها. انا هنا هدخلها خلاص الفرن على درجة حرارة 180 رف اوسط
بشغل الشوايه من فوق على الهادي ودرجه حراره 180 من تحت، يدوبك اول ما تحمر من فوق والجبنه تسيح بطفي الشوايه وبسيبها من تحت لحد ما تحمر من تحت. لو ما عندكيش الشوايه بتشتغل مع الفرن في نفس الوقت، خليها لما تحمر من تحت وبعد كده شغلي الشوايه وسيبيها تاخد اللون الذهبي الجميل زي ما انتوا شايفين كده. خلاص طلعت من الفرن حاميه جدا مش قادره الطها، فانا هقطعها بقى ايه بالخراطه بتاعه الملوخيه. بجد يا جماعه ريحتها قلب البيت وكان طعمها حلو قوي قوي قوي. اتمنى ان هي تعجبكم وانكم تجربوها وتكتبوا لي في الكومنتات ايه رايكم. وبعتذر تاني مرة على الجزء اللي ما عرضتهوش ليكم غصب عني والله. بس زي ما انا شرحته لكم كويس جدا، وهو ما يعني جزء مش كبير قوي ومش مهم قوي يعني. هنقطعها بقى كده ونقدمها في الطبق مع شوية مخلل كده بيتي مع قرن الشطة الحامي كده، بتبقى لذيذة جدا جدا جدا. اتمنى ان هي تعجبكم. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. هوريكم بقى ازاي هي بقى ما كانتش لازقه في الصينيه خالص. شايفين اللون الجميل اللي واخداه من تحت ولونها الجميل والجبنه السايحه من فوق. شايفين مورقه ازاي معايا؟ بجد تحفه. انا هنا كنت بدوق يا جماعه، حلوه قوي. وانا بقدمها في الطبق كانوا واقفين خلاص مش قادرين يستحملوا لغايه ما خلص وقدم. كانوا عاملين يقولوا لي خلاص مش لازم، خلصي بقى جعانين، وانا واقفه قدامهم بضايقهم وبدوق الاكل لان بجد ريحتها كانت قلب البيت. اتمنى ان انتوا تجربوها وتكتبوا لي في الكومنتات ايه رايكم فيها. مش لازق فيها خالص كده. انا هنا بقول لكم ان هي مش لازقه في الصينيه ومفيش ولا حته لازقه مني. هناخد كده واحده برضو ندوقها تاني مع المخلل اللي انا دقتها الاول ما كانتش مع المخلل، لازم ندوق في وجود المخلل. ناخد كده بقى هضمه من الفطيره وهضمه من المخلل وعيشي احلى طعم ممكن تدوقيه في حياتك. يا سيدي يا سيدي، اشوف وشكم على خير الفيديو الجاي ان شاء الله.